بالنسبة للشغل، كل واحد في شغله بيطمح لخطوة بعد كده بيحاول يشتغل عليها، بإنه هو يكون بيشتغل كويس، بيحاول يحسن من مستواه، بيحاول يتعلم. حتى لو عايز تحسن شغلك أو تشتغل شغل جنبه أو تغيره أو تاخد كورس، برضو كل ده متاح بترتيب وقت وبترتيب أهداف. نحاول نحقق كل اللي احنا بنعمله ده. بالنسبة للجانب المالي، باختلاف المرتبات اللي ممكن تكون الناس بتاخدها، مهم جدا على قد طاقتك وعلى قد المتاح معاك تحاول توفر مبلغ صغير على جنب ما يعملكش حاجة. 200 جنيه مثلا، 200 جنيه دي لا هتجيب لك حاجة ولا هتأثر حاجة ممكن تكون معاك، بس لو حوشتها شهر ورا شهر ورا شهر ممكن في وقت من الأوقات تكون منقذة بالنسبة لك. ان انت مثلا، ان بعد الشر عن الجميع، محتاج مثلا تروح لدكتور، وان انت مش معاك من مصاريفك ان انت تروح للدكتور ده، فتلاقي الفلوس اللي انت محوشها دي هتلاقي نفسك مثلا محوش 1000 جنيه، فتعمل لك حاجة حيوية، تعمل لك حاجة مهمة. وطبعا دي بتختلف من شخص للتاني، بس الفكرة واحدة،